السلام عليكم. فيديو اليوم إن شاء الله حشارك معاكم طريقتي في عمل كيك الزبادي. يلا نشوف طريقة التحضير والمقادير. عندي هنا مقادير كيكة الزبادي. هنحتاج هنا 4 حبات بيض، عندي هنا واحدة علبة زبادي، زيها نفس العلب حعيرها سكر، يعني علبة سكر وعلبة زيت، يعني تفضيها تغسليها وتحتفظي بيها علشان تعيري بيها، أو ممكن نفس العلبة، أنا بس احتفظت بيها علشان أوريكم. عندي هنا ملعقة كبيرة بيكنج باودر، كيسين فانيليا، ملعقة كبيرة من النارجين، عندي هنا 2 كاسة معيارية من الدقيق نفس الكاسة هذه، ورشة ملح. أنا حسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف تحت. أول شي راح أخذ الخلاط، راح أحط البيض 4 حبات، وراح أحط عليه الفانيليا، كيسين فانيليا، راح أحط رشة الملح، رشة خفيفة كده، راح أضيف النارجين، أضيف علبة الزبادي، الزيت، السكر، الدقيق والبيكنج باودر آخر شيء. الحين راح أخذ المكونات دي كلها، راح أخلطها وأرجع معكم. دحين راح أبدأ أنخل الدقيق. أول شيء أبدأ بالبيكنج باودر علشان تنزل آخر شيء لما أنا أحطها على الكيك. أخذ زي كده شوية شوية، ننخله كده علشان يدخل له هواء والكيكة ترتفع معانا، يعني تصير قوامها حلو. هنا ورق زبدة تستخدموه علشان يسهل عليكم لما نبغى نضيفها على الخليط. حطه كده على جنب. هنا نجيب الخليط خلاص نخلطه علين يصير أبيض بدا الشكل. نجيب هنا أي شيء نخلط فيه، حصب الخليط كله بدا الشكل. في نفس الوقت نكون مجهزين دهنتها القالب دهنته بالزبدة ورشيته بالدقيق. نحط الدقيق شوية شوية ونخلط في اتجاه واحد علشان ما ينزل الهواء من الكيكة. بالشكل. نضيف الدقيق شوية 3 دفعات كده. استمر كده في الخلط. ونخلط. لازم تصير بدا القوام.
القالب. جيب سباتولا بهذا الشكل. ابدأ افرغها. دحين بعد ما فرغت الخليط في الصينية هنبدأ نضربها بهذا الشكل عشان تتساوي معانا. ودحين راح اشغل الفرن على 250 من تحت فقط. لما تترفع بعدين اشغل عليها من فوق احمرها. هذا الشكل النهائي لكيك الزبادي، بيجي على ده الشكل طري وهش. نقدمه مع الشاي. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم، ولا تنسوا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وبألف عافية.